هنتعلم ازاي ندور على الصور زي كده عشان نطبعها ونعملها تابلوهات بقى، صواني ايا كان. بس انا شغاله في تابلوهات يعني في المجموعه، بتفرج كده واغذي بصري اشوف مجموعه تابلوهات عجباني وابتدي اعمل الخطوه الجايه. بروح دايسة على علامة العدسة المكبرة، وبشيل بقى الشوكة دي، بخلي المربع جاي على حتة ما فيهاش دايرة أصلا، علشان يميز إن ده مش طبق فيقعد يجيب لي طباق. ناخد بالنا من التسمية، ده مثلا اسمه ميتال بوستر ديسبلايت. أنا بدخل على واحدة منهم وأعمل لها سيف. دي طبعا واضح إن الريزوليوشن بتاعها مضروب بالنار، فبعمل بقى ليها داونلود. هاجي بعد كده عشان أجيب الكواليتي عالية. انا اصلا شفت الصوره دي من جبتها من المجموعه دي او الست دي، كانت عجباني، فعايزه اعمل حاجه شبهها. فبدور على اللي شبهها عن طريق ان انا اهي الصوره دي عجبتني، عايزه اعمل اطباق شبهها. بدوس على العدسه المكبره، هو بيميز ان في 4 حاجات هنا ممكن ابحث لك عن صور قريبه منهم. فانا بدوس على النقطه بتاعه الصوره اللي انا عايزاها، وليكن دي. وبشيل برضو الدواير عشان ما يقعدش يجيب لي في اطباق، انا عايزه اصل الصوره. واقعد اقلب كده. مفيش مانع ان انا اخد صوره زي مثلا دي، تكون الدايره يعني متصوره من فوق. هي غالبا الصور دي اصلا مرسومه، منها مجموعه كبيره مرسومه لان هي رسومات سهله. بس احنا مش بنرسم، احنا هنطبع الصوره زي ما هي. فمفيش مشكله ان انا اخد الصوره لو هي متصوره من فوق كده ابيض مع حته فيها فرع اسود، فاجيب برضو حاجات شبيهه كده ويكونوا قريبين من بعض في الالوان.